كحك العيد محشي عجوة وملبن، بس ايه حدوته، نجهز الحاجة ويلا بينا. في بولة نحط كوبايتين دقيق ومعلقة خميرة وثلاث معالق سمسم محمص، بعد كده معلقة سكر بودر وبيكنج بودر ورشة ملح، ونقلب المكونات الجافة كده مع بعض. 200 جرام من السمنة السايحة، ونبدأ نبس الدقيق كده مع العجينة بالشكل ده. بعد كده نجيب فنجان مية ونبدأ نعجنها كويس. هنا بقى كان لازم استعمل ايدي عشان الايد اكتر حاجة بتحس بملمس العجينة انها كويسة او مش كويسة. بعد كده نسيبها ساعة تتخمر وتستريح من الضرب اللي هي خدته. جهزوا العجوه وقطع الملبن، قطعها قطع صغيره كده، وبعد ساعات العجينه ابدا كورها وحط في القلب العجوه والملبن. بصوا الحاجه اللي انتوا تحبوها يا جماعه في مطبخكم، دلعوا نفسكم بالشكل ده. هنعمل بقى الكميه كلها ونبدا نشكل بالحاجه اللي موجوده عندنا. انا عندي ملقاط كده صغير كده مشرشر عملت بيه، وعملت بالبصامه بتاعه الكحك. انت طبعا لو عندكم حاجه تاني براحتكم، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، قصدي الكحك بتاعكم. عملنا الكميه كلها، ابدا حطها في الصينيه بقى يا باشا، واطلع على الفرن سخنه على 160 ياخد لون ذهبي كده، واطلع سيبه يبرد خالص. بعد كده رصه في الطبق وغرقه بقى بالسكر باودر، واعمل سيب لي الحلقه دي لانك هتحتاجها في العيد، هتحتاجها في العيد. كل سنه وانتم طيبين، سلام.